وبالأخص ولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. ولا أريد أن أغوص في تفسير هذه الآية. طبعا ما المقصود بالأمانة كما ذكرت؟ لماذا رفضت السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها؟ أبين لا من باب المعصية، لعدم وجود المؤهلات في كل هذه المخلوقات، لكن جعل الله هذه المؤهلات في هذا الإنسان يمكنه أن يصل إلى هذه المرتبة، وهي أعلى مرتبة عند الله سبحانه وتعالى، وهي قبول هذه الولاية. فإذا هنالك أسئلة كثيرة ربما تطرح حول هذه الآية، فبالإمكان أن نراجع التفاسير، والحمد لله المكتبة الشيعية مليئة اليوم، ولكن كم نقرأ، كم نطالع، كم نبحث؟ فعلينا الإنسان العطشان يحضر الماء، أما الماء فلا يأتي بالعطش. يذكر أن أحد العلماء جاء، ولو نأخذ من وقتكم شيء بسيط والله يعينكم، وأنا لست مسؤول على ضياع وقتكم، أنا دعيت، فإذا ما استفدتم فما تنتقمون مني وما تدعون علي، ادعوا على من دعاني إلى هذا المكان، لأن وقت المؤمن ثمين، لا يمكن أن يقاس ويقيم ويثمن بشيء. أحد أساتذتنا ذكر لنا هذا المعنى. جاء أحد إلى المحقق الداماد أعلى الله مقامه، قال له: سيدنا، أنا متعلق بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، كل ما رحت إلى جمكران، مسجد السهلة، 40/4، 50/4، حتى بالمنام ما أشوف. قال له: تريد تشوف منام؟ قال لي: نعم. قال له: لكن هنالك شروط صعبة شوية، مستعد؟ قال لي: ماكو مشكلة سيدنا، قل لي. قال له: اليوم أحكيها بالحسة أحسن. قال لي: اليوم إذا رحت للبيت والخانم جابت لك الأكل، نسبة الملح في الطعام نسبة معتدلة، لكن أنت جيب لك مقدار من الملح كثير وحطه على الطعام، وطبعا راح يصير شنو؟ مثل ميت البحر. اجبر نفسك على شرب على أكل ذلك الطعام، فسيصيبك العطش، لكن أؤمر عائلتك حتى لو طلبت منهم الماء لا يعطوك الماء حتى تنام، وذاك الوقت تشوف المنامات. فصاحبنا قال له: بسيطة سيدنا. فذهب، ومثل ما قال له الأستاذ وضع ملحا كثيرا في الطعام، وطبعا صار الطعام مالح، وأجبر نفسه على تناول ذلك الطعام. طبيعي، طعام جدا مالح، أصابه العطش، فبقي يتلوى حتى نام. والشكل أبو حيدر حتى شاف يشوف شلالات نياجارا، شلالات فيكتوريا، القطب الشمالي، القطب الجنوبي، مياه، ثلوج، الحاصل ماء في ماء، أنهار الفرات، دجلة. الآن الحاصل استيقظ من النوم، شاف لا كلها أحلام هاي، قام شرب ماء وقال: شو هالمشكلة هاي؟ شو لا شفت الإمام المهدي ولا هم يحزنون؟ هو كان يريد يشوف الإمام بالمنام. فإجا الصبح إلى الدرس، قال له للأستاذ: موتتني، هلكتني، أنا قلت لي راح تشوف منام. قال له: ما شفت منام. قال له: إيه شفت. قال له: لكن منام ايش شفت؟ قال: ما شفت الإمام. قال له: بس شفت منام. قال: مياه وأنهار وأمطار وثلوج وكذا. قال له: ليش؟ قال له: لأني عطشان. قال له: من يعطش للإمام سيراه في أي وقت ومكان، لكن نحن مو عطشانين. العطش يأتي بالماء، أما الماء فلا يأتي بالعطش. علي يجب أن نتعطش لحكمه، نتعطش لمنهجه، نتعطش لوجوده من خلال ثقافة علي بن أبي طالب في عدم الظلم وغيرها من الأمور التي أرشدنا. فهذا نهج البلاغة بين أيدينا. البعض يتمنى أن يكون مع علي
كم نعمل بما جاء في كتاب نهج البلاغة وهو منسوب لأمير المؤمنين؟ افرض أنت الآن تعيش مع أمير المؤمنين، لأن نهج البلاغة بين يديك. عموما المعرفة لوحدها أيها الإخوة لا تكفي، فأرجع إلى أصل الموضوع. فهذا ابن أبي الحديد، ولكن مع الأسف يمدح نمبر 1 نمبر 2 وإلى آخره. يعني ما تعرفون نمبر 1 نمبر 2 إيه؟ عموما هذا نوع من نسميه ازدواجية، وكثير ربما ممن يدعي ذلك هو أيضا ازدواجي في التعامل. تعبيرنا ساعة ملة ساعة عروس. بليلة العريس سيدنا هاي الليلة ما تصير ألف ليلة، رفع القلم، خلينا على حريتنا. ولما نروح للمساجد وللحسينيات الواحد من عندنا قديس، من نروح لزيارة الإمام الرضا تشوفه قديس، ولكن إذا راح الشانديز شو يصير؟ سيدنا شوفها إبليس بعينه. إذن علينا أن نترفع عن هذه الازدواجية. فهنالك الكثير من الذين عرفوا عليا أصيبوا بهذه الازدواجية، فلم يعطوا الكلمة حقها. ما هي الكلمة؟ كلمة أمير المؤمنين لا يمكن أن تعطى إلا لعلي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، لا يمكن أن تعطى حتى لإمام معصوم.